أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. كان يوم ربيع لطيف في شهر مارس في سنة 453 ميلاديا. كانت قبيلة من أشرس القبائل اللي موجودة في العالم في الوقت دوت بتحتفل. بتحتفل بإيه؟ بتحتفل بزواج زعيم القبيلة، وده مش شخص عادي، ده أتيلا الهوني بجلالة قدره، الشخص اللي نشر الرعب في كل أوروبا، الشخص اللي كان مسؤول عن عمليات تهجير داخل أوروبا بشكل كبير جدا، الشخص اللي كان بيمثل كابوس لكل أوروبا، الشخص اللي اضطرت حتى روما إنها تدفع له جزية وفلوس وفدية علشان يسيبهم في حاله، الشخص اللي كان بالنسبة لأعدائه هو مجرد كابوس مزعج، وكان بالنسبة لكل أهله وكل أفراد القبيلة أعظم محارب عرفته القبيلة، وهو حامي الحمى. كان الشخص ده بيتزوج، كانت الخمرة كتيرة وكان الأكل كتير وكان المحاربين بيحتفلوا. وفي نهاية الليلة ودعوا قائد القبيلة بتاعهم أتيلا للخيمة الملكية بتاعته بابتسامة عريضة، وما كانوش عارفين إن هي ديت آخر مرة هيشوفوه على قيد الحياة. تاني يوم اتجمع القادة واتجمعت الجنود ومستنيين القائد بتاعهم ان هو يطلع، لكن ما طلعش. عدت الساعات وما طلعش، بدأت الشمس تبقى في نص السماء وما طلعش. بعد كده اتجرأوا وقرروا ان هم يدخلوا الخيمة علشان يشوفوا القائد بتاعهم، وكان المنظر مرعب. كانت العروسة الجرمانية الجميلة قاعدة بتبكي، وكان اتيلا عبارة عن جثة متوفية على السرير بتاعه. اتصدموا كلهم، محدش كان متوقع ان هو ممكن يشوف مشهد بالشكل دوت. طب مات ازاي؟ طب اتقتل ازاي؟ طب ايه اللي حصل؟ محدش عارف. بصوا عليه لقوا ان جسمه ما فيهوش اي طعنات، ما فيهوش اي حاجة تدل على العنف. بصوا على ملامح وشه لقوا ملامح وشه عادية جدا، واحد ميت وفي حالة استرخاء تام. كل اللي وجدوه ان هما نقطتين دم كانوا خارجين من مناخيره. وبدأت الاحتمالات، احتمال ان هو يكون الضغط ارتفع عنده، احتمال ان الاوردة الدموية انفجرت في مخه، احتمال واحتمال واحتمال، ملايين من الاحتمالات. وكان كل واحد منهم مش متصور ان هو ممكن يشوف المنظر دوت اساسا. مشكلة الموتة ديت ان هي ما كانتش تليق بزعيم كبير زي اتيلا الهوني. محدش كان متوقع ان هو يموت في سريره، بس إذا كانت الموتة لا تليق بمحارب شجاع زي دوت فلازم الدفنة تليق بيه. علشان كده تم تجهيز 3 توابيت كبيرة. التابوت الأول عبارة عن الذهب، تابوت من الذهب حطوا فيه جثة المتوفي. بعد كده حطوا التابوت دوت جوه تابوت تاني من الفضة، وجوه التابوت دوت حطوا فيه كل الذهب والمجوهرات والحاجات اللي هو سلبها. وجوه التابوت دوت حطوه جوه تابوت تاني من الحديد، وبدأ يحطوا معاه الأسلحة اللي هو حارب بيها. وبدأ يتوجه 15 واحد أو 15 جندي ياخدوا ال3 توابيت دول في مكان محدش يعرفه تماما، وقاموا بدفنه. وبدأوا يرجعوا ال15 واحد دول وهم متأكدين إن مفيش حد عارف مكان الشخص دوت تم دفنه فين. بس لما رجعوا كان المنظر غريب ومريب. كانوا القادة والجنود حلقوا شعرهم وبدأوا يجرحوا نفسهم وخدودهم بالخناجر وبالسيوف، لأن الناس دي ما كانتش بتحزن زينا حزن عادي بالدموع، لا، الحزن كان بالنسبة لهم كان بالدم. بس الأغرب مشهد مجموعة الجنود التانيين اللي كانوا واقفين خلف القادة، وبدأوا القادة يشاور لهم على ال15 شخص اللي دفنوا القائد بتاعهم وهم راجعين، فبدأوا يضربوهم بالسهام وماتوا كلهم بعد ما تساقطوا واحد ورا التاني. كل دوت علشان محدش يعرف مكان القبر بتاعه فين. في القرن الثالث الميلادي بدأت الإمبراطورية الرومانية تواجه أكبر مشكلة ليها، اللي هي الهجرة. بدأت الناس تهاجر ليها بأعداد كبيرة جدا، لدرجة إن روما بجلالة قدرها ما كانتش قادرة تسيطر على الأعداد الكبيرة اللي الناس داخلة بيها. كانت الناس بتهرب من حاجة، كأنها بتهرب من وحوش كسرة، وكانت بتشوف في الإمبراطورية الرومانية في الوقت دوت ملاذ آمن ليها. هنعرف الوقت الناس دي كانت بتهرب ليه. كانت الهجرات دي أعدادها ضخمة وكبيرة جدا، بس ما كانش دوت هو التحدي الوحيد اللي بيواجه روما في الوقت دوت. كانت بدأت الاختلافات والانقسامات الداخلية تزيد جدا بين الرومان، فانقسمت الإمبراطورية الرومانية شرقية وغربية. غربية متمثلة في روما، وشرقية متمثلة في بيزنطة، الدولة اللي كان أو القسطنطينية اللي كانت بتنافس روما.
وما كانش اختلاف سياسي بس، لا، ده كان اختلاف سياسي وكان اختلاف اقتصادي وكان كمان اختلاف لغوي وثقافي. البعض بيتكلم لاتيني والبعض التاني بيتكلم روماني. طيب، تعال نشوف دلوقتي الناس ديت اللي بدأت تهاجر للإمبراطورية الرومانية كانت بتهاجر من إيه؟ عمليات الهجرة دي كانت الناس خايفة من بعض القبائل أو مجموعة من القبائل اللي جت من شرق آسيا. كانوا ناس يعني أقل ما يكون عنهم إن هم همج. انتشرت حواليهم كتير من الأقاويل لدرجة إن هم كانوا بيقولوا إن هم كانوا بيناموا فوق الخيول وكانوا بياكلوا فوق الخيول. كانوا بيستخدموا السهام وكان دوت أقوى سلاح ليهم. كان عبارة عن آه، أعصاب حيوانات وجلودها زائد حبال. كان بينتج عنه ضغط شديد جدا، وكان يقال عنه ان هو كان متطور جدا بالنسبة لمجموعة السهام اللي كانت موجودة في الوقت دوت. حتى انه كان افضل من السهام المغولية اللي جت بعديها بسنين طويلة جدا. كان الخوف والرعب من اهم اسلحتهم. كانوا كبراء في محاصرة المدن، وكان عندهم مدجات بيقوموا بدج الحصون بيها، وكانوا بيقوموا بتدميرها. كانوا بيقتلوا النساء والأطفال، كانوا بينهبوا ويسلبوا أي شيء، لدرجة إن الرعب كان بيخلي الناس تستسلم حتى قبل ما يوصلوا ليهم. ودوت اللي احنا عرفناه بعد كده باسم الحرب النفسية اللي بتستخدمه إسرائيل دلوقتي. ودوت نفس الأسلوب اللي استعملوه المغول والتتار بعد كده. بدأت القبائل دي تجتاح كل الأراضي اللي قبل أوروبا، وبدأت بعد كده بدأت تدخل على أوروبا. سيطرت على الوندل، سيطرت على القوط الشرقيين، سيطروا على القوط الغربيين، سيطروا على كتير من الممالك اللي كانت بتستسلم أصلا حتى قبل ما يوصلوا لهم. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، القبائل دي جت منين؟ وهم مين أصلا؟ اختلفوا المؤرخين والباحثين حول القبائل ديت. البعض قال لك إن هي ديت قبائل الشاون، والقبائل ديت هي اللي خلت الصين تبني سد الصين العظيم علشان تحمي نفسهم منهم. وبعد بناء هذا السد بدأت الصين تشن حملات عليهم، وبعد ما انهزموا بدأوا يعني يتوجهوا ناحية أوروبا. بعض الباحثين التانيين قال لك لا، الناس ديت والقبائل ديت خرجت من قلب آسيا، من منطقة منغوليا. وبعض الباحثين التانيين قال لك لا، دول أساسا من أصول تركية. حاولوا كتير من المؤرخين إن هم يستخدموا اللغة، لأن اللغة ديت أساسا من أهم الأشياء اللي بتثبت نسب الشعوب. لكن المشكلة هنا إن هم ما سابوش سجل لغوي واضح، مجرد كلمات متناثرة على الحيطان، ولا أكتر ولا أقل. ورغم كده إن هم غيروا كل وجه أوروبا أساسا، عملوا إمبراطورية كبيرة جدا في المنطقة اللي تسمى حاليا المجر. حتى حجم الإمبراطورية بتاعتهم ما تقدرش تحدده، في خلاف كتير بينهم وبين المؤرخين، لأنه كان بيزيد وبينكمش على حسب تدفقاتهم وحسب حروبهم وحسب انتصاراتهم وحسب هزايمهم، فكانت بتنتمش وبتكبر. ورغم الأساطير اللي الناس كتيرة بدأت تحكيها عن الناس ديت، عن فظاعتهم وقدرتهم على القتل وسرعتهم في استخدام السهام وقوتهم في استخدام الرمح والسيف وأشياء من هذا القبيل، إلا إن الناس دي كلها ما كانتش بتتكلم غير على شخص واحد بس. شخص واحد بس هو اللي تمثل في أسطورة القبائل الهاوني دي كلها، هو إتيلا الهاوني اللي هو كان الزعيم بتاعهم. اتولد إتيلا في سنة 406 ميلاديا، وعاش حياة عادية جدا زي حياة الناس البدو الرحل. بدأ يتعلم استخدام السيف والضرب بالسيف والطعن بالرماح واستخدام السهام. بدأ يقضي ساعات طويلة جدا وهو راكب حصانه. وفي الوقت اللي كانت الناس كلها بتقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لا، هم كان بالنسبة لهم في رئيسين باستمرار. كان أبو إيتيلا وكان عمه هم اللي كانوا بيحكموا. ولما مات أبوه وصل الحكم لعمه، ولما مات عمه تولى إيتيلا الحكم هو وأخوه الكبير وكان اسمه ليدا. لكن ده ما استمرش كتير، رحلة صيد عادية جدا، رجع بعدها إيتيلا لوحده. بعد كده الناس عرفت إن هو قتله. بعد كده كان جات لأخوه دوت الصورة اللي بدأ آه، تنسج أساطير حواليه، وبدأت الناس تتكلم عنه وعن وحشيته وعن قوته. بدأ يتلا يوحد كل القبائل تحت حكمه، وبدأ يكون جيش قوي، جيش يعتمد على السرعة. بدأ ينهب ويسرق، بدأ يفتح قلاع، بدأ يفتح بلاد،
بدأ يوسع يعني مملكته بطريقة كبيرة جدا. ما كانش بيستمتع بس باللي كانت الناس بتقوله عنه، لأ، ده كان هو كمان بينشر أساطير وأكاذيب عن نفسه، زي إن هو كان بيقول إن هو كان معاه سيف الحرب للإله مارس، أو يعني استغفر الله العظيم، مارس دوّة اللي هو إله الحرب، ولإنه كان عارف إن الأساطير وخوف الناس منه أساسًا أقوى من أي سيف كان بيوجهه حوالين رقاب الناس. قدرة أتيلا على غزو أوروبا ما كانتش مجرد حظ، لأ، ده كان تكتيك عسكري، كان قائد فذ، كان قائد عنده كاريزما، كان بيخلي العساكر بتاعته تمشي وراه وتروح ناحية الموت بمنتهى السعادة، وهم واثقين في القائد بتاعهم اللي هيقدر يغير مجريات التاريخ. علشان كده كان بيستخدم كمان أسلوب الخداع، بمعنى إن هو يظهر للعدو إن هو كان بينسحب، فيبدأ العدو إن هو يطارده، بعد كده يبص يلاقي العدو نفسه محاصر وبيتم قتله بطريقة وحشية جدا، وبكده كان بينشر الرعب في أي مكان بيتواجد فيه إتيلا وجيشه. إتيلا كمان كان بيفهم في السياسة زي ما كان بيفهم في الحرب، كان بيبص حواليه يبص يلاقي الإمبراطوريات الكبيرة بينها انقسامات وبينها خلافات، كان بيقدر يستغل الخلافات ديت كأنه زي ما أقول لك إيه، زعيم مافيا. كان بيستغل الخلافات والانقسامات ويوظفها لمصلحته علشان الإمبراطوريات ديت تدفع له فلوس علشان زي ما بيقولوا كده يكفيهم شره. على سبيل المثال الإمبراطورية الشرقية الرومانية الشرقية كانت بتدفع له 700 رطل ذهب كل سنة، بس لما حس بجوتهم نبذ الانتفاج دوت أساسا وبدأ يغزوهم، وغزا مناطق نهر الدانو وسيطر عليها، وقام بعملية مذابح ومجازر بشعة في كل أوروبا في الوقت دوت. كان أن إتيلا على البلقان، لأن البلقان كانت غنية جدا، وكان بيستخدم نفس أسلوبه اللي هو الترهيب قبل الحرب. كان قبل ما يخش بلد بينصر يعني يقوم بذبح كل الأشخاص اللي موجودين حوالين البلد ديت، أي شخص يلاقيه قبله يقوم بذبحه. ده خلى المدن البلقان نفسها تسيب له البلاد قبل ما هو يجي، يعني أول ما يعرف إن هو الناس تعرف إن هو على الأبواب تسيب البلاد دي كلها وتمشي. هو كان بيدخل وينهب، واي كان يلاقي اي شخص جوه يقتله على طول، لحد ما خلص على كل البلقان وضمها لمملكته وسيطر على كل البلقان. بعد كده قرر ان هو يتوجه ناحية الامبراطورية الرومانية الشرقية، توجه ناحية القسطنطينية، لكن اسوار القسطنطينية وقف قدامها عاجز، خاصة ان كان في خندق كبير جدا بيحيط حوالين المدينة وكان مليان بالمية. حاول وحاول وحاول وفي الاخر فشل، فقرر ان هو يغزو المناطق اللي موجودة حوالين القسطنطينية وقام بنهبها. بعد كده قرر ان هو يغير خطته، بعد كده عبر نهر الراين وتوجه لبلاد الغال اللي هي فرنسا في الوقت دوت، ورغم ان كان في انقسامات كتيرة داخل فرنسا الا انه واجه مقاومة شديدة. ليه؟ لان الفرنسويين او آم، لان الفرنسويين اتحدوا مع القوط الشرقيين، وبدأت تقوم معركة كبيرة جدا ضد جيش إتيلا اسمها السهول الكتالونية. يقال إنها من أعنف المعارك اللي دارت في أوروبا، وتم قتل فيها أكتر من 160 ألف شخص، رغم إن الجيش الهوني قتل آلاف من سكان الغال أو من الفرنسيين، إلا إنه ما قدرش إتيلا يحقق النصر اللي كان موجود في خياله. ودي كانت أول نقطة ضعف أو أول علامة ضعف تظهر في مسيرة إتيلا الهوني. بعد كده توجه إلى إيطاليا وقام بنسف كل المدن اللي حواليها، بدأ يقول لك إيه، بطريقة وحشية يتوجه ويقتل كل شخص موجود في إيطاليا، لدرجة إن هو الناس كانت بتقول لك إن هو بدأ يعاقب أوروبا على الهزيمة بتاعته في السهول الكتالونية. أما بالنسبة لروما فكانت عايشة في حالة رعب، لأنهم كانوا عارفين ومتأكدين إن هو لو دخل روما هيمحيها تماما من على وجه الأرض، زي ما محى دول تانية أو محى بلاد تانية، وهيقوم بقتل كل الأشخاص اللي موجودين فيها سواء عبيد أو نساء أو أطفال أو حتى نبلاء. أما داخل الإمبراطورية الرومانية أو داخل القصر الملكي كان بيدور مشهد تاني خالص. كان الإمبراطور فالنتين أو فالنتين بيحاول يجوز أخته بالعافية. ليه؟ لأنه اكتشف إن أخته على علاقة جنسية أو علاقة سرية مع إحدى الخدم، فجردها من كل الألقاب،
وأمرها إن هي تتجوز من ثري أو واحد من النبلاء الرومان، فهي رفضت الفكرة ديت أساسا. ولما أخوها ضغط عليها حست إن أخوها ضيع حياتها كلها، فقررت إن هي تلعب لعبة زي ما بيقولوا كده، تلعب مع الشيطان. بعتت رسالة لتلة الهوني وقالت له أنا عاوزاك تخلي أخويا، يعني تمنع أخويا إن هو يجوزني من النبيل دوت بالقوة. وأرسلت مع الرسالة بتاع ديت أساسا الخاتم بتاعها اللي هو خاتم الملك. لما يتلا شاف الرسالة ديت أساسا بعت للإمبراطور وقال له أنا عاوز أتجوز أختك، وهطلب أكتر من كده أساسا، نص الإمبراطورية مهر ليا أساسا. فالإمبراطور رفض. اتلا أرسل رسالة ليه مرة تانية، قال له أنا مش هسمح بأي حد إن هو يهين خطيبتي، يعني هو اعتبر إن هي خلاص بقت خطيبته أساسا يعني، وطالب مرة تانية بنص الإمبراطورية. الرد الروماني كان فيه نوع من أنواع السخرية، قالوا له إن الطلب مرفوض وهي اتجوزت أساسا، وإن الصولجان ولا من حجها ولا من حج أي أنثى. الصولجان أو الحكم في إيد الرجال فقط، وإذا قررت إن أنت تحارب فما تلومش غير نفسك. وبدأ يعرضوا عليه كتير من الهدايا وكتير من الذهب علشان يغير رأيه أو يغير فكرته عن موضوع الحرب. الرد بالنسبة لتيلا كان متوقع، وده معناه إعلان الحرب. قام بشن حملات متتالية على الإمبراطورية الرومانية الغربية، اجتاح بلاد الغال مرة تانية، بعد كده اجتاح إيطاليا، بعد كده اجتاح كل البلاد أساسا، وبدأ يتوسع داخل الإمبراطورية الرومانية تحت اسم خطيبته اللي هي أساسا خرجت من المعادلة في الوقت دوت كمان. رغم إنها كانت خطيبته إلا كان بيستعد لحدث كبير جدا في حياته، هو إن هو يتزوج. أما عروسته كان اسمها إلدييجا، وكانت جرمانية من أصول شرقية، كانت شابة جميلة جدا. زي ما يقول لك كده مش هتجوز أخت الإمبراطور، هتجوز واحدة تانية. تقريبا كده كل الرجالة على مر التاريخ بيفكروا نفس التفكير دوت. وتم الحفل، ومحدش كان عارف إن هي ديت هتكون آخر زوجاته، وإن الحفل دوت أساسا كان بالنسبة له يعني بيثبت إن هو أقوى راجل في أوروبا، الراجل اللي الناس كلها كانت بترعب منه، الراجل الامبراطوريات حتى الامبراطورية الرومانية اللي كانت بتعرف تتعامل ازاي مع عداها كانت بتخضع ليه، وكانت بتقدم له الجزية او كانت بتقدم له الذهب علشان يعني يسيبهم في حالهم. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، يا ريت تتابعني، يا ريت تكتب لي في التعليقات يا اخي ايه اللي عجبك في الفيديو وايه اللي ما عجبكش. السلام عليكم اصحابي واحبابي.